السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ هانيا صحيحه، كنتمنى تكونوا بخير يا ربي. اليوم جيت في فيديو ديال المشاريع اخر نشرح لكم واحد القاعده مهمه. كما شرحت لكم في الفيديوهات اللي قبل الخوت، انك منين كتبراكي مثلا الا براكيتي هكا لابان تيمشي لك هكا وكتبقى غادي على داك الريتم، ملي كتشوفوه هرب كتولي كتبعو بنفس المسافه اللي كنتي درتي هاد الفولا. اليوم غنشرح لكم واحد المعلومه. الا كنت انا غادي بلابان بمشاريع ومثلا شفتو هرب لي لهاد الجهه ياك، وبغيت انا نقادو يولي مقاد مع التراكتور ولا هرب لي لهاد الجهه، شنو هي الخطوه اللي كندير في هاد اللحظه هادي؟ انا غادي نشرح لكم داكشي تطبيقي. انا دابا غنرجع مشاريع وغادي نوريكم كيفاش كيوقع. انا غنهربو بالعاني لهاد الجهه هادي بحال هكا، ها هو لابان غادي كيهرب، ها هو لابان غادي كيهرب. الوغ هنا انت بالعقل ديالك ملي غتشوفو هكا غادي كيهرب هكا، انا علاش وقفت؟ باش نشرح لكم داكشي بالخشيبات، من بعد غيولي يجيك داكشي ساهل من الممارسه. انت في هاد اللحظه ملي غتشوفو هرب لك لهاد الجهه، اش كدير؟ اول خطوه كتجي للديريكسيون وكتبعو البلاصه فين هو هارب الا كنتي باغي تقادو. اما الا كنتي باغيه يزيد يهرب لك لهاد الجهه اكثر، كتخليه هكاك وكتبقى غادي وهو غادي وكيزيد كيتزير لك لهاد الجهه على حساب العبار اللي باغي نتايا فين غتخوي ولا الدخله اللي غادي تدخل. ولا مثلا كنتي غادي ولا هو هارب لك للجهه الاخرى اللي من الهيئات، تماش كدير؟ كتولي كتبراكي كتبعو. يعني القاعده اش كتقول؟ مثلا لابان الا كان هارب لي لهاد الجهه وبغيت نقادو، فانا كنتبعو بالفولا للجهه اللي هو هارب ليها بكل بساطه. شتيه هرب لهنا براكي لهنا، شتيه هرب لهيه براكي لهيات بكل بساطه. يعني باش ما تلف ما تجيك حتى شي حاجه صعيبه. وانا دابا غنعطيكم داك الشيء يعني تشوفوه بالتطبيق. يعني ها انا دابا مثلا راجع مشاريا، ها انتم ها انا براكيت بحال هكا، ها انتم ها هو غادي كيتقاد، غادي كيتقاد. اوبلا شتي ها هو دابا تقاد. يعني دابا منين تقاد صافي انا كنولي كنبقى كنحرك الفولا غير على حساب العبار نشوفو غادي نتقاد. انا وليت قلبت للجهه الاخرى غير بشويه باش نشوفو غادي يتقاد ليا عاوتاني. هابا ها هو مقاد دابا نيشان. شفتوا؟ يعني هنا دابا القاعده كما وريتكم بكل بساطه، منين نشوفو هرب لك لهاد الجهه تبعوا، ومنين تشوفو هرب لك لهاد الجهه الاخرى تبعوا عاوتاني. يعني انا غادي نعاود لكم مره ثانيه تشوفوها باش تفهموا اكثر. هاد الطريقه هذه ساهله الخوت ديال المشاريع، يعني ما عندكمش فيها حتى شي اشكال. يعني بالنسبه للناس المبتدئين تكون عندهم هاد الفكره بعدا في بالهم في عقلهم. ها انت بحال هكا كترجع كدير مشاريع. انا غنهربو هكا كاع مثلا باش تشوفوها. ها هو لابان هارب، ها انا غنبراكي، ها انا غنتبعو، ها هو غتلقاه دابا تقاد. ها شتي ها هو تقاد صافي اوك. يعني هذه كانت المعلومه اليوم ديال المشاريع. راه بالنسبه لهاد القاعده بالنسبه لهاد الجهه ديال اليسار ولا الجهه ديال اليمين، انا شرحت لكم على الجهه ديال اليد اليسار غير حيتاش قريبه وباينه. يعني هذه القاعده تطبقها راها ساهله بكل بساطه الخوت. ديرها غادي تقاد المشاريع كاع ما تجيك صعيبه وغادي تجيك ساهله بكل بساطه. فهمتوني الخوت؟ يعني هذه الطريقه الا بغيتي ترجع انت مشاريع كمبتدئ وشفتي الكاميو هرب لك وما عرفتي لا فين تبراكي ولا باش انت باش تفهموني الخوت. دابا انت منين كتجي يلاه غادي تتعلم في المشاريع، اهم حاجه خصها تكون عندك منين يكون هاربك لابان لهاد الجهه ولا لهاد الجهه، ديك اللقطه داك رده الفعل ديالك في داك اللحظه هي اللي كتحكم عليك واش راك فهمتي القاعده ولا ما فهمتيهاش. منين تشوفو هرب لك لهاد الجهه تبعو، وهنا على حسب شحال ما هرب لك. لا هرب غير واحد شويه كتبراكي غير واحد الدوره ولا، ولكن الا كان هرب لك بزاف كتولي كتبراكي كلشي دقه وحده وكتبقى كتساين. منين كتشوفو تقاد ديك الساعه سرح الرويد. الا ما سرحتيش الرويد اش غادي يدير؟ غيولي عاوتاني تقرط لك للجهه اللي من ليه. يعني هنا شنو القاعده كتقول؟ اول حاجه كما قلنا يعني كتشوفوا فين هارب كتبعوا. ثاني حاجه انفوا كيتقاد قاد الرويد، ما تخليهمش معاه دايرين معاه، حيت الا خليتهم دايرين في ذاك الاتجاه غيولي يهرب لك للجهه الاخرى. فهمتوني الخوت؟ وكنتمنى الخوت انني نكون شرحت لكم مزيان هذا الموضوع ديال المشاريع، ومازال ان شاء الله نزيد فيه شي فيديو باش نشرح الخطوات ديالو تكونوا فاهمينه اكثر واكثر. يلا الله يعاونكم الخوت، وما تنساوش خليو لنا لي جيم ديالكم وبارطاجيو الفيديو، خليو لي كومونتير شنو فهمتوا شنو ما فهمتوش باش نزيد نفيدكم ان شاء الله. والله يعاونكم الخوت.